طيب بما انك عديت بمجالات وبقالك experiences كتيرة في مجالات كتير، ايه اكتر علاقة توكسيك موجودة قابلتها في المجال؟ صباح الفل. صباح الفل، ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ كله زي الفل. الحمد لله. اهلا بيك في ريد فلاج. احنا مبسوطين انك معنا النهارده، انا مبسوط. والنهارده هنتكلم كده على ايه العلاقات التوكسيك اللي موجوده في المجال. بس الاول كده حابين تعرفنا بنفسك. طيب اعرفكم بنفسي الاول وبعد كده نشوف الموضوع العلاقات ده. اسمي هشام حبيب، CCO شركة كابيتال وان ريال استيت. قصتي بدأت في المجال من حوالي 3 سنين ونص، وما زلنا مكملين، وطبعا بالانضمام ليكوا كمان كانت خطوة حلوة قوي، انا مبسوط بيها ومتفائل بها خير. الحمد لله، حاجه كويسه قوي. 3 سنين ونص ده بالنسبه للريل استيت؟ الريال استيت يس. اوكي. لكن انا قبل كده كنا 22 سنة في الامارات، حلو قوي. اكس شركة سياحة كويس، مدير رحلات. ونزلنا في اوائل الكورونا في 8/21 كويس. وكانت ان احنا نغير كارير دي كانت بالنسبة لي صعبة جدا جدا. قعدت إيه اللي افكر خلاك كتير تغير؟ قوي. السياحة في مصر مش زي ما احنا كنا، يعني مش لسه مش قوي دلوقتي الحالي. وغير كده مجالي كان صعب ان انا في السن ده، انا في 50 سنة مثلا الاقي المجال بتاعي في مصر او البوزيشن بتاعي في مصر. اوكي. فقعدت ابحث في مجالات كتير تانية، قعدت ادرس بعد كده. في الاخر بعد فترة طويلة كده انا كنت عملت 2 ديلز لاتنين اصحابي عن طريق شركات ريال استيت. حبيت الموضوع، اوكي. قعدت ادرسه تقريبا سنة. حلو. اعمل بحثات، ادور الدنيا ماشيه ازاي، يعني ايه ديفلوب، يعني ايه شركات، ايه المناطق الجديده في مصر، الدنيا رايحه لفين. الموضوع ما جاش في يوم وليله، لا الموضوع تقريبا لما اخدته بعيني ان انا هنفذ يبقى عندي شركه ريال استيت، انا اخد مني تقريبا سنه بقرا في حاجات وسنه بدرس خريطه مصر انت الجديده. من النوع اللي بتطور في نفسك، دي موضوع حاجه حلوه قوي بصراحه. صعب ان انا ادخل مجال غير ما ادرسه كويس، صح. عشان اتعودت دايما لما ابدا في الحاجه مش هنفع ارجع فيها لورا تاني، حتى لو فيها صعوبات. بس طالما انا امنت بيها وامنت باللي انا بشتغله هنجح فيه. اوكي. طيب بما انك عديت بمجالات وبقالك experiences كتيرة في مجالات كتير، ايه اكتر علاقة توكسيك موجودة قابلتها في المجال؟ هو مفيش مجال بيخلى من العلاقات التوكسيك. يعني مش ريال استيت بس. واضح ان هو اسلوب حياة. هو بالظبط، هو هتلاقيها في كل مجال. بس الانسان اللي عنده هدف مش هي دي اللي هتوقفه، اوكي. ومش هتحطها ببالك، لان خلاص انت اخدت تراك معين لازم توصلي فيه. فاكيد في التراك في ناس بتبقى بتشجعك وفي ناس ضدك. فلو المتسابق اخد باله من الناس بتقول ايه على الجنبين اكيد مش هيركز في السباق. طيب الكلمات النيجاتيف عامة بتأثر فيك ولا بتطنشها عادي؟ مفيش كلمة نيجاتيف الا وراها حاجة. اوكي. فالكلمة النيجاتيف دي اكيد لشخص بيقصد بيها حاجة، بشوفها هل هي فعلا نيجاتيف لمجرد ان هي تحطمك، ولا في حاجة محتاجة تصحيح. لو في حاجة محتاجة تصحيح لازم اقف عندها. هشام انت واضح من الناس اللي هي بتحب تحلل كل حاجة، ودي هي بتبقى حاجة لذيذة. بس برضو الموضوع ده بيتعب عامة لما بتقعد تركز في كل حاجة مع كل الناس. ده قال ايه وكده. مش تركيز مع الناس قد ما تركيز مع شخصيتي. اوكي. بمعنى ايه؟ ما هو ممكن يكون النيجاتيف ده حاجة فيا غلط محتاجة تصحيح، او أوكي. حاجة في شغلي غلط محتاجة تصحيح. وممكن يكون لمجرد ان واحد غيران منك، او حاسس ان انت بتعمل بوم على الفاضي او صح، بتاع. حضور كتير عامة موجودين كتير. فالدنيا فيها الناس اللي بتدي كلمة نيجاتيف عشان تنجحك، والناس اللي بتدي كلمة نيجاتيف بس لمجرد ان هي تحطم وخلاص، لكن ملهاش معنى في اللي انت فيه. صح. النيجاتيف دي كتير قوي، بس البوزيتيفز كانت كتير اكتر من النيجاتيفز. أوكي. لان كانت علاقاتنا نشكر ربنا مجالنا ده بالذات في الريال استيت، وكانت السياحة كذلك، هي ازاي تعمل النت سيركل بتاعتك. علاقاتنا مع الناس دي مهمة قوي، ان حد يديك التراست دي حاجة فظيعة. كمان
احنا كريال استيت لما بدينا نشتغل كنت مركز جدا وحابب ابيع فكرة ان احنا اي حد بره لا خسارة ان احنا نضيع عمرنا نروح دول تانية وبلدنا حلو حقيقة. يعني انا مؤمن بالحتة دي ان بلدنا بقيت حلوة. دي حقيقة اتغيرت بقيت كتير. حلوة. فخسارة قوي ان انا اروح ادور على حتة تانية وانا عندي بلد بالجمال ده. حبيت ابيع الفكرة دي للناس اللي بحبها. لا أوكي. بلدك فيها كل الامكانيات اللي بره واحلى منها بكتير. انت عشان تحقق اللايف ستايل اللي انت بتعيشه في مصر هنا بره انت محتاج تشتغل بشكل رهيب عشان تعمل انكم كويس عشان تعيش اللايف ستايل اللي ممكن تعيشه في مصر بنص اللي هتعيش بيه بره. طيب هو من كلامك في سؤالين هسألهم لك. أول سؤال، بما إنك ذاكرت كتير وإن بلدنا حلوة، إيه أكتر لوكيشن أنت شايفه كاستثمار حلو في الريل ستيت؟ يعني اللي يتعمل منه انفست كويس للكلاينتس أو للناس اللي بتدور على الopportunity الصح. مصر بقي فيها اكتر من لوكيشن. أوكي. بقي عندنا منطقة الساحل كلها ما شاء الله دلوقتي فيها انفست غير طبيعي. والنهارده احنا بنتكلم في الساحل ما بنتكلمش في ان احنا بنبيع للمصريين فقط. لا العالم كله بيبص لنا احنا بنعمل ايه. العاصمة الإدارية من اكتر الاماكن اللي بعت فيها ومؤمن بيها جدا. لان هو ستايل يليق بمصر. ستايل يليق باي حد بيدور بقى على كوميونتي لذيذة وشوارع مترتبة واماكن محترمة وفي كل حاجة في كل ما تتخيليه. اوكي. وبما انك كنت في الامارات 22 سنة، الاماراتيين كتير جم اشتروا في مصر وعملوا انفستمنت كويس معاك كتير. الاماراتيين احنا بعنا الاماراتيين بس مش كتير قد المصريين المقيمين في الامارات وبعت الناس كتير قوي في كندا وامريكا واستراليا. اوكي. وكان لينا في البحرين برضو حاجات. الكونسبت النهارده مش موضوع ان انا عايز اخد شقه، لا ده بيئي كونسبت مزدوج. يعني عايز اعيش فيها، انا هعيش في مكان كويس جدا، هعرف اكون في مكان امن نظيف كويس انا وبيتي، وفي نفس الوقت لو عايز اعمل منه انفست هعمل منه انفست كويس وبفتره قريبه. فبيئي النهارده النظريه مختلفه، مش موضوع ان انا عايش شقه وخلاص، لا هو الموضوع بيئي دلوقتي. حتى لو حبيت لايف ستايل بالظبط. وبقي عندنا الكوميونتي دي، ده اللي لازم نوصله للدنيا كلها، ان احنا عندنا كوميونتي يا جماعه بتنافس اماكن كتيره جدا بره احنا فخورين بيها واو عن طريق الميديا. صح. وحقيقه الامر لا احنا عندنا اعلى منها بمراحل. اوكي. طيب في اجابتك انت قلت في الاجابه بتاعت العلاقات التوكسيك قلت ان الناس بتديك في ناس بتدي تراست وفي ناس بتدي نيجاتيف. yes. وان انت تلاقي التراست دي حاجه صعبه. هل لقيتي تراست دي في ريد كولابوريشن؟ وايه اللي خلاك تدخل ريد كولابوريشن؟ طيب انا اقول حاجه، الاساس في دخولي ريد كولابوريشن حاجتين. اللي بتفكر بنفس طريقه ريد كولابوريشن في ناس كتير، لكن بنفس الفكر ونفس ان هم يحطوا هدف يوصلوا له، ريد كولابوريشن مختلف. ريد كولابوريشن عايز يعمل منظومه محترمه للسوق المصري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مجال الريال استيت في الفتره الاخيره كان مجال وسع بشكل غير طبيعي، وفي منافسات رهيبه جدا، وكل واحد دلوقتي بيسمع ارقام فيجي ينام ويصحى الصبح كده يقول لك انا هفتح مكتب ريال استيت. احنا كنا عاملين دراسه صغيره كده من حوالي 6 شهور اكدت ان معظم الريال استيت في مصر كان تقريبا اكتر من 60% بيقفلوا بعد سنتين. صح، دي حقيقه فعلا. دي سنتين. وعشان كده بنقول ان الريال استيت النهارده اللي بيكمل لمده 3 سنين ويكمل هو عدى مرحله الخطر. صح. ودي حقيقه. فكانت ريد كولابوريشن بالنسبه لي فكر عايز يكمل، فكر عايز يطلع الناس اللي معاه فوق، عايز يعمل مستوى مختلف من الميننج بتاع الريال استيت، مش فوضوي. انا بحلم معاهم بحاجات كتير، يعني عايز الصراحه بحلم نكبر مع بعض، ما يبقاش الدنيا واقفه على ان احنا بنصدر منتجنا جوه مصر. انا مؤمن بفكره تصدير مش العقار المصري لكن التطوير المصري بره مصر. ايه اللي حاصل في بلدنا، ايه التطوير اللي احنا وصلنا له.
يعني كنت اتكلمت قبل كده ان لما بنطلع بره بنتكلمش عن الريال استيت، لكن بنتكلم على التطوير اللي حاصل في مصر، التطور اللي حاصل في مصر. فكرة ان احنا بقي عندنا كوميونيتي بالشكل ده محتاجة ميديا كبيرة قوي، محتاجة ادفرتايزنج قوي، محتاجة ان في ناس من سنين كتيرة قوي ما نزلتش مصر فمتخيلها ان هي اللي سابتها من 20 سنة و15 سنة. محتاجين نوصل للناس لا احنا الدنيا اختلفت، صح، دي حقيقة. الدنيا لا انت النهاردة. انا بعدر اكتر من حد في امريكا كانت النظرية بتاعته ايه، هو نزل يعني الناس كانت نزلت مصر الفترة الاخيرة دي، فجيت نزلت معاها الساحل ونزلت طبعا معاها الناس دي بتهيص هناك، الدولار جدا جدا دولار لا بس هي كانت النظرية اشكر ربنا يعني احنا قدرنا نقنع ناس كتيرة منهم انت ليه ما يبقاش عندك حاجة ببلدك في كوميونيتي زي ده، انت بالنسبة لك ولا حاجة. هما لما طلعوا برضو من زمان كانت حاجة، كانت ودلوقتي حاجة، بقى ما هي حاجة دي بقى تانية، الفكرة. ففي جاب كبيرة حصلت. دي الفكرة يعني. انا كتير قوي من الناس اصحابي ومن الناس اللي اعرفها عن طريق الميديا فعلا اقنعتهم ان هم لا لازم يبقى ليهم حاجة ببلدهم، بلدكم اتغيرت، بلدكم دلوقتي. وفي ناس منهم فعلا يعني انا عندي قبل كده فوق 70 سنة قرروا ياخدوا حاجة في مصر سبب واحد بس، ان الشتاء ينزلوا يعيشوها في مصر لان عندهم الدنيا صعبة قوي. طيب انت بتحس ان انت انجح حد في مجالك عامة حاليا بالنسبة للريل استيت؟ كلمة النجاح دي كلمة كبيرة ومشوار طويل قوي. انجح حد في المجال يعني انا لو وصلت للكلمة دي يبقى اكيد ان انا وقفت عند ستيب معينة يبقى انا مش ناجح. النجاح ملهوش ستيب، اكيد الدنيا كلها ليها مراحل، واي مجال في الدنيا ليه مراحل كبيرة قوي. كون ان انا انجح الحاجة الوحيدة النجاح في مجالنا انا بعتبرها هي ثقة الناس فينا، ان انا ابيع الفكرة اللي انا مؤمن بيها، مش ان انا اكسب فلوس او اعمل حاجة قد ما انا ابيع الفكرة اللي انا مؤمن انك بيها. تكون كونسلتنت صح للشخص اللي جاي يشتري عشان ما يتسوحش يعني. هي دي هو ده دي فعلا نقطة مهمة جدا. ده المهم ان الحد ده يبقى فعلا بالنسبة لك حد بتخاف عليه، مش جايبه تسوحه ولا عشان تكسب منه. لا احنا فعلا بنعمل فلتريشنز كتيرة قوي عشان نعرف مين الديفلوب اللي ممكن نوجه ليه. مش اي حد. وبرضو الحاجات اللي كانت لذيذة في ريد كولابريشن ان نفس الفكر ده موجود عندهم، مش اي حد يتعامل معاه. صح، السلكشن اللي بيتعمل يعني كمان كان بيبقى فيه نوتس، خد بالك بلاش تتعامل مع دول يعني. هشام لو انت بتخاف على الكلاينت بتاعك تجنب. فطبعا ريد كولابريشن أسرة حلوة فيها خبرات مختلفة. وانا فعلا مؤمن ان الكولابريشن بتاعنا ده هيبقى حاجة كويسة وكبيرة قوي جوه في بلدنا دي في خلال فترة قصيرة قوي، وهيبقى مسيطر سيطرة على حاجات كتيرة قوي، لانه بيساعد كمان شركات كتير قوي ان هي بدل ما تاخد الستاب اللي هي بتكلفها وقت وفلوس مثلا في سنة طبعاً. عشان تعمل الستاب دي هتخليها في شهر او شهرين بكتير بسبب الادينج فاليو اللي بيحصل من الشركات كلها. فالموضوع ده بيفرق كتير جدا. ناس كتير بتبقى فاكرة ان المكسب هو فلوس بس بصراحة، بس لا. هو لا يعني مش لا فلوس لا. بس خالص. النجاح مش مادة. والحاجة الجميلة قوي امبارح كنت قاعد مع حد كده قاعدين في قعده كبيره قوي، فبيقول لي هشام هو ايه موضوع ريد كولابريشن؟ انا كذا واحد بيكلمني بيقول لي انا ريد كولابريشن. قلت له لا احنا منظومه كبيره قوي يعني انت ما تقدرش تحددها يعني، بس كلنا تراستد. لو حد قال لك ريد كولابريشن تراستد، ما تقلقش. you feel so powered و proud من حاجه زي كده. طبعا بلا شك، لان انا لما اخترت ان انا ادخل في مجموعه والله شرف لينا بجد يعني كنت فكرت فيها كتير قوي، ويمكن مش من اول لقاء كمان احنا قعدنا ومضينا عقد. احنا تقريبا عملنا 4-5 لقاءات مع بعض وبعد كده مضينا العقد بينا، لان كان الموضوع ده يشغلني انا هبقى مع مين. مش موضوع انا هبقى مين، هتناسب مين. الشغلانه دي سمعه بالظبط. وهل الناس ايه الباور اللي هيدوهولي وايه البنفيت اللي هتعود عليا وهيفيدوني في ايه يعني. دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. فانا بالنسبه لي ريد كولابريشن بفاميلي فيها اكسبيرينس كتيره قوي،
دي خبرة كبيرة قوي. يعني لما من يومين كده حصل موضوع كده ورجعنا لواحد من كولابريشن خبرة اعلى مننا في المجال، لا انا حسيت ان فعلا انا مستفيد ان مش راد بس ومش بتاد متساب. فاليو، ده انت كمان بتاد فاليو، لان دي Yes. نقطة مهمة. احنا كمان بنشوف من ضمن الفلتريشنز والسلكشن اللي بنعمله، اللي هو الشركة اللي جاية مهما كان الباور بتاعها عامل ازاي، هي هتاد فاليو للكولابوريشن في طبعاً. ايه. فدي بتبقى نقط، حاجات مهمة بنركز عليها عامة عشان يبقى كله يبقى مبسوط بيها. انتوا يعني ريد كولابريشن كمان بتهتم ان هي تظهر الكل. دي حقيقة، مش يعني وان مان شو مش وان خالص. مان شو، لا بتظهر الكولابريشن بمعنى كلمة كولابريشن. ثانيا الفكرة بالنسبة لي مش جديدة. الفكرة بالنسبة لي أنا كنت في شركة من الشركات اللي شغالة تحت حاجة زي كده، وعارف يعني إيه كولابريشن نظيف، كولابريشن قوي ليه باور. بس الباور ده بيجي بالتراست بتاع الناس، بالتراست بتاع الايجنت اللي بتعمل معاه. الايجنت شايفك فين، الديفلوب شايفك فين. اوكي. فده اللي احنا نفسنا نوصل فيه مع كولابريشن. النهارده يبقى الكولابريشن بتاعنا ليه تأثير على كل الناس اللي بنتعامل معاها. اوكي. انا النهارده لما بدخل بقول انا ريد كولابريشن، بيبقى بحس ان انا فعلا فخور ان انا تبع ريد كولابريشن وبيتعمل لي 100 حساب وغير كده. زي ما قلت ان الموضوع دايما الاتحاد قوه، وبالذات لو الاتحاد ده مع ناس انت مختارهم بالواحد. صح. وانا عارف ان انتوا بتعملوا فلتريشن كويس لمين اللي هيدخل معاكم، بدليل ان النهارده عندنا رقم غير طبيعي لمكاتب ريال استيت. لو ريد كولابريشن هتفتحها لاي حد، انتوا في خلال شهر تقدروا تجمعوا اكتر من 300-400 ريال استيت تحت الاسم. لكن النظريه مش عدد، النظريه هو مين اللي هيبقى الواجهه بتاعتنا. صح. ودي الحاجه المهمه اللي انا حاببها في الموضوع. اوكي. طيب اخر سؤال كده او كلمه اخيره، ايه الحاجه اللي انت اتعلمتها ومش عايز حد يقع فيها؟ يعني اتعلمتها through الاكسبيرينس بتاعتك او وقعت فيها قبل كده، مش عايز حد يقع فيها قدام. الفشل مش هو الفشل بمعنى الكلمه. اوكي. ربما تكون الستيب بتاع الفشل هي اول ستيب للنجاح. احنا في اول سنه في كابيتال 1 حصل معانا دروب مش ظريف جدا، وجينا في رمضان كنا تقريبا عملت شات داون لكل حاجه. اوكي. بس ما كانش السبب ان انا لا لازم ابدا صح بقى. انا خدت الاكسبيرينس كامله كمكتب، مش دراسه وبس، وخدتها عملي. فحسيت ان في حاجات كتيره جدا لازم تتغير. اوكي. ففعلا عملت شات داون في رمضان 22، وبديت افتح من جديد خالص بصف جديد بكل حاجه جديده من بعد رمضان بشهر. ايه اللي حصل يؤدي ان انت تعمل شات داون؟ يعني بالنسبه انك فتحت شركه ريل استيت، بس انت بتتعرفي على حتى نوع السيلز اللي معاكي، حتى على مدير المكتب اللي انت ماسكاه. فبتبص تلاقي نفسك لا، الناس اللي معاكي ممكن تكون مش ماشيه مع دماغك، الناس ممكن تكون هي عايزه تعمل فلوس. انا نظريتي مختلفه. انا مش شورت ران لبزنس، انا عايز اعمل لونج ران لبزنس. اوكي. عايز اعمل نيم. لما اجي اقول النهارده كابيتال 1، الاقي كذا واحد عارف كابيتال 1 اتس تراستد، انا اضمنه لك. فده ده التارجت بتاعي، ده التارجت ان انا اعمل نيم كويس لشركتي، مش مجرد ان انا اعمل عدد بيعات. فربما تكون الشخصيات اللي كانت معايا فكرها مختلف. فبديت ادرس شخصيات تانية لغايه ما فعلا ربنا كرمنا وعطانا ستاف فعلا معمول له فلتريشن بشكل طبيعي. يعني هتلاقي الستاف بتاعي تقريبا كله ما اتغيرش من ساعه ما بعت. لا هم ناس جميله جدا بصراحه. من ساعه ما فتحنا في المره الجديده بعد رمضان 22 كلهم ما اتغيروش. ليه؟ هم فهموا فكري، فهموا فكره يعني ايه تبقى حد كويس، يعني ايه تبقى حد تراستد، يعني ايه الكول بتاعتك يحس فيها ان انت مش بتبيع له حاجه قد ما انا عايز اوجهك صح. ومعنى ان مفيش تيرن اوفر عندك عالي، ان الناس تفضل موجوده معاك مده طويله، يعني العلاقه ما بينكم حلوه. بالزبط. ودي حاجه نادرا لما بتحصل، لان بصراحه في الريل ستيت يعني التيرن اوفر بيبقى عالي جدا، وكونسبت الهايرنج عامه بيبقى بين معمول في كل الشركات وفي الماركت كله.
فدي حاجه حلوه ان في ريليشن شيب قويه ما بينك وما بين الناس والسيلز اللي عندك بيبقوا كين على شغلهم طبعا عندك يعني طبعا فاهمني. بس كون ان انت تحسسي الاستاف بتاعك ان انت بتعاملهم زي اخواتك الصغيرين او حد يهمك، مش مجرد شغل وبس. بالعكس احنا يعني في ناس منهم تيجي تقول لي مستر هشام انا عندي كذا 1 2 3 انا ايه رايك، حاجات شخصيه. لما بيحصل ان احنا فترات كبيره قوي بنطلع رحلات مع بعض، بنخرج مع بعض، بنقعد مع بعض، في تيم بيلدينج في قوي. تيم بيلدينج. هو ده المهم في الشغل، ان انت تبني التيم بتاعك. ليه؟ لان زي ما انت قلت كده ان الشغلانه دي فعلا في الفتره الاولانيه انا تقريبا كنت كل شهرين بغير صف. المدير هو اللي قاعد لكن بعد ما فتحنا تاني احنا كمان عملنا حاجه جديده. يعني احنا كان عندي 4 تيم ليدر قوي جدا، بنينا عليهم التيم الجديد. وبعد كده عملنا كورس ريال استيت للناس اللي ما تفهمش في الريال استيت اصلا. اوكي. فجالي كتير قوي طلبه جامعه لسه متخرجين. دلوقتي ريد كولابريشن متهيألي سهلت عليك الموضوع. أيوة. ده في التريننج والريد اكاديمي فدي كانت الخطوه اللي كانت ناقصه المجموعه دي. اوكي. فطبعا كون ان انت تعلمي الواحد شغلانه هيبقى انتمائه ليكي اكتر، وبالذات لو علمتيه من الاول صح. فطبعا انا فرحان بالمجموعه دي، فرحان بالمجموعه ان هي ما كانش ليها في المجال وتعلمت حاجه حبتها. ودي كانت حاجه بسطاني جدا، لان اولا كون ان حد يعلمك مهنه دي مش سهله ابدا. كون ان حد يفضل يتابعك ويطول باله عليكي دي مش سهل ابدا. ليه؟ لان الجديد في المهنه دي ممكن يقعد فتره كبيره قوي ما يحققش حاجه ويجي له فتره احباط كبيره قوي. لو انا مش سبورت ليه في فتره الاحباط دي doesn't matter ولا يهمك. المره دي ما جاتش بكره تيجي. اوكي. شوف نقطه الضعف فين. كنا دايما نشتغل على نقطه الضعف فين، نقطه اللي بيقع فيها فين. ليه ما ضمنتش، ليه الدنيا ما ظبطتش. اكيد في حاجه غلط لازم ندرسها. مش معنى كده ان انت تحبط. اوكي. لان هي الموضوع لازم ندرس اللي احنا بنعمله. عشان انا مؤمن بحاجه، ان انا لو انا مؤمن باللي انا ببيعه او بشتغل فيه هخليك تؤمني بيه. يعني الاحباط عامه هو ريد فلاج مرعب. بما اننا ريد فلاج النهارده فالاحباط ده اكبر ريد فلاج، لانه موجود جدا في ريل استيت. يعني ناس كتير قوي بيجي لها ديبريشن من ان هي ما باعتش او ان هي ما عملتش شغل معين او اي حاجه من الكلام ده. او بالك ديل باظ او اي ديل باظ حتى لو عادي. تيجي عند اخر نقطه وتلاقي الدنيا كلها باظت. بس محتاج سبورت. العمل يعني اللي حصل معاه كده بيبقى نفسيته سيئه جدا. صح، دي حقيقه. فمحتاج سبورت لازم متر. هو بيبقى خايف من رد فعل الناس. كان متوقع حاجه كبيره هتحصل وهيفرح اللي حواليه. فكل ده انا بقدره له اللي جواه. أوكي. يعني كان في حد برضو حصل معاه موقف زي كده بيقول لي تصدق انا مش زعلان ان هي ضاعت، انا زعلان مش عرفتش افرحك. قلت له مين قال لك كده؟ كون ان انت تجيب حد وتقنعه بحاجه انت مقتنع بيها تماما وهي ما باظتش عشان حاجه غلط منك. هو الراجل قال لك ان انا يعني القسط بتاعي عالي شويه. ايوه بتبقى بادجتس او كده. بتبقى بادجت احيانا، مش بتبقى حاجه غلط في اللي احنا بنقوله او بنعمله، او لان احنا بنقدم حاجه بنقدمها بندرسها حلوه قوي. فساعات بتبقى نقطه بادجت القسط مش مناسب مع العميل، المقدم بتاعه مش كبير. يعني بيفكروا بيها بطرق يعني كتير بما قوي. ان قصه المقدم بقى والقسط والكلام ده كله، بتضمن ازاي ان بعد 10 سنين اليونت اللي الشخص او الكلاينت اشتراها بتعمل له ريتيرن اوف انفستمنت قوي؟ لا دي اضمنها له كتير قوي. يعني احنا النهارده الدنيا بتزيد قد ايه في كل قد ايه. النهارده بتاخد عقار بمقدم قد ايه وبيساوي قد ايه، وبكره الدنيا اللي حواليك هتبقى قد ايه. هو الفكره ان العقار يعني حاجه ثابته بلمسه بالظبط. يعني هو حتى بلمسة. لما نيجي نحسبها ماشي انا مقتنع. الناس بتقول لك لا هستثمر في الذهب. طب ما تيجي نحسب الذهب من التسعينات لغايه النهارده والعقار من التسعينات لغايه النهارده. لا طبعا الذهب الطلوع بتاعه طلوع تصاعدي بسيط جدا، ولا يوازي الانفليشن اللي حصل النهارده في الماركت. طلع كام الذهب؟ طلع 300%، 400%، 500%. لكن العقار طلع كام في المية؟ صح، النهارده مظبوط. طلع قد ايه؟ ثانيا كمان
التيرن اوفر بنتكلم النهارده الوحده اللي بتاخدها ما بتعتمد على اللوكيشن اللي انت هتاخد فين. يعني لو واخد وحده تجاريه النهارده في منطقه زي الام يو في العاصمه الاداريه، النهارده بنتكلم في سعر متر قد ايه والدنيا بدات تشتغل. يعني انا كنت دايما بقول لهم افتحوا شوفوا لما عملوا احتفال اكتوبر في المدينه الرياضيه، اوكي، الدنيا كانت هناك زحمه شكلها ايه. تخيلوا بقى ان لو المحلات دي فاتحه هيبقى الترافيك هناك هيبقى شكله ايه، المحلات ده هيبقى اسعارها ايه. صح. ففعلا الستيب اللي جايه حلوه قوي. انا ما بخافش من حاجه ان انا اقول لواحد لا خد وبص انا ما اضمنلكش بعد كده. لا انا اضمن لك كتير قوي ان انت هتعمل فلوس حلوه قوي، وهتعمل سواء استثمرتها او شغلتها هتعمل منها حاجه كويسه. أوكي. احنا رايحين في حته حلوه قوي. ربنا بس يكمل معانا بجد يعني. وفي سؤال بقى، ايه الستيب اللي جايه بقى بتاع ريد كولابريشن ليك انت؟ لا ايه؟ طب انت شايفه ايه؟ انا شايفه ايه بالنسبه لريد كولابريشن؟ الستيب اللي جاي. انا حاسه ان السنه، او انا مش حاسه بصراحه، يعني انا متاكده ان السنه اللي جايه هيبقى الموضوع مختلف تماما على الماركت كله. من ناحيه ايه؟ من ناحيه احنا السجل التجاري، يعني في كام سجل تجاري في بلدك دلوقتي؟ الموضوع بقى اوفر بزياده مش طبيعيه خالص. فانا شايفه ان الديفلوبرز تعبوا من الموضوع بتاع كم الشركات اللي موجوده، بدأ يحصل مشاكل بالظبط، والمشاكل اللي بتحصل كونفليكس اللي مع الناس والكلام ده كله، والكوتا واللونشز، وطبعا احنا فاهمين القصص دي. فبقى في برايورتي للبيج نيمز بالنسبه للبروكريج كومبانيز. فحاسه ان هيبقى في يعني غربله شويه في الماركت. فالكونسبت او الموديول بتاع الكولابريشن هيلمع اكتر واكتر عن المره اللي فاتت، وهيبقى في ديماند اعلى على الكولاب. بس انتوا تسدوا بقى معانا في القصه دي عشان انتوا عارفين احنا ايه الموديولز اللي عاملينها، بنشفت عليكم حاجات. فلا عدد الكولاب هيزيد ان شاء الله اكتر من كده، لان الناس هتكون فهمت الفكره، او الفكره بقت واضحه زياده في الماركت. الاول على فكره كان في ناس بتبقى قلقانه شويه، لان الموديول عندنا برضو مش موديول هو الموديول عندنا استمرارية، مش اللي هو بالزبط. بيعة ومع السلامة او عايز تقفل هنا اوكي بالزبط. شغل هنا في جنيه زيادة لا، الموضوع ده مش موجود عندنا خالص. انت طبعا فاهم القصة، احنا عندنا طب هل تعتقد 5 سنين يعني، بما ان احنا بقى قاعدين مع ريد كولابريشن هل تعتقد ان مجموعة الكولابريشن الموجودة ومع اختيار الريد كولابريشن لكل واحد بيدخل وبينقوه حلوة قوي، هتقدر نقول في يوم من الايام لا احنا عايزين موضوع الريال استيت يبقى دراسة؟ هيبقى في حاجة زي كده، لان هي بتبتدي الاول بالفلتريشن. لان لو عملت دراسة في اي حاجة، او عملت زي تصريح، او الناس دي يبقى معاها رخصة زي بره ان هي بتبيع والكلام ده كله، فمش هينفع تتعمل لأي حد. هو لازم الاول يعني الفلتريشن بيبتدي من اكبر لاصغر اللي في الاخر تلاقي الناس الكواليفايد انف ان انت تديلهم الرخصه دي، وان هم يدخلوا بقى في قصه التريننج بتاع ده. فالكولابريشن هو الاساس لموضوع الرخصه ده على فكره. احنا ونيد يعني هو ده الوقت فعلا اللي احنا محتاجين فيه ان احنا نقول بقى لا خلي الموضوع منظم اكتر. صح. انا I hope that ان الموضوع يبقى دراسه، يبقى رخصه تعليميه مش رخصه تجاريه. دي حقيقه يعني عشان يبقى في تراست برضه، يبقى سيلز متعلم يعني ايه ريال استيت، نبقى زي الدول المتقدمه، لان احنا مش ناقصين عنهم حاجه. ناقصنا الحاجه الوحيده ان احنا بس ايه كريال استيت. انا نفسي فعلا اشوفها حاجه منظمه، حتى لو هيقول لي انت حضرتك هتروح تاخد كورس 6 شهور سنه I don't mind طبعا اجري، بس ابقى شايف ان انا محطوط على استبة صح جدا محترمة قوي. مش اي حد هيدخلها وخلاص. لان الفكرة النهاردة كلنا بنصحى الصبح، واحد فتح مكتب اشتغلها 3-4 شهور
السيركل النت سيركل بتاعته مش كبيره قوي، قعد شهرين ما باعش، لا انا زهقت. ايوه لا لا، هي السايكل معروفه عامه. يس بس عموما هشام بجد انا مبسوطه جدا ان احنا يعني قعدنا مع بعض. الكلام حلو قوي معاك بصراحه، وكلمت في حاجات كتير وكلام مفيد. بجد نورتني. وثانك يو سو ماتش.